تتزاحم اللافتات وتتصارع الألوان، لا لتدل على مقهى أو صالة أعراس، بل لتدل على صيدلية أو عيادة طبيب باطنية. مهرجان بصري صاخب لمهنة ينبغي أن تكون عنوانا للرزانة والرصانة والاحتراف. طبعا شغلة تجارية حتى يجذبون الناس، مو يجذبون الناس، هم يردون فلوس الناس وأموال الناس. هذه كلها تشويه وكلها يعني بغداد تدمرت بهالشغلات هذه. هذا ما يصير. هذه أمانة بغداد وينها؟ حتى بكل المحافظات همين وبس هنا. وهذا الموضوع موضوع تجاري. طبيب، لكن طبيب ايش؟ قبل كانوا الأطباء قطعة صغيرة وبس. لافتة كبيرة وأضواء ترمش تتغير ألوانها حسب طلب الطبيب، والآخر يضع صوره وكأنه مرشح مع عبارات تسويقية مبالغ فيها. خدمة 5 نجوم، لا وجع للمفاصل بعد اليوم، ابتسامتك تبدأ من هنا. فالمتعارف على الأطباء حملهم لرسالة إنسانية لا لعلامة تجارية تضيع فيها الهوية الإنسانية والوقار المرتبط بالطب. فالدكتور الذي كان يتفاخر بسمعته وكفاءته مع لافتة لا يتجاوز طولها مترا واحدا غاب، ونادرا ما صار يرى بالعين المجردة. تشويه المنظر والمنظر الحضاري والثقافي لعاصمة بغداد وكل المحافظات. يعني هاي انت يوم تشوفين عبارة عن عمارة مغطية بصور أطباء، طبعا تلقين صورة الدكتور وبصفه الاختصاص مالته. طبعا صورة الدكتور أكبر من موضوع الاختصاص، ناهيك عن موضوع الشهادة إن كانت هي رسمية أو تعرفين الشهادات تصير هسه من خارج العراق. ما شاء الله احنا عندنا مثلا نقول صارت 10,000. القصد لا يتجه إلى إطفاء الأنوار، بل بقصد إضاءة الوعي، وليس الحديث عن رفض التجديد، بل الخوف أن يتحول الطب إلى صبغة تسويقية تجارية قد تقزم من مكانة الطب. وهنا يبرز دور النقابات للسيطرة على ما هو أمام أعينهم. شروق الغانم، بغداد، قناة دجلة.